السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم اليوم جبت لكم وصفة غنية عن التعريف، وهي وصفة البوراك الجزائري بمقادير بسيطة وسهلة. إن شاء الله تنال إعجابكم، وما تنسونيش كذلك بدعواتكم ليا. ونروحوا درك نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. المقادير هي: عندنا بصل مقطع رقيق، عندنا الثوم، روز مسلوق، عندنا صدر دجاج كنت طيبته ورحيته، وكذلك بطاطا مسلوقة ومرحية، ملح، فلفل أسود، كمون، خليط من كزبر ومعدنوس، فرماج، زيت، زبدة، طماطم مصبرة. درك نروحو نشوفو طريقة التحضير. نحطو في المقلاة كل المكونات ما عدا الدجاج والبطاطا والفرماج، نخلوهم على النار حتى تذبل البصلة، نزيدو لها شوية ما برك. ومن بعد كي تنشف لاصوص نتاعنا نديرو الدجاج والبطاطا والفرماج ونحركو مليح مليح حتى داك الدجاج يشرب لاصوص. بعد ما يطيب الحاشو نحكمو اوراق الديور، نعمروهم ونشكلوهم اشكال مختلفة كما راهم في الصور.